ايه هي كذبة ابريل؟ ده بيبقى اول يوم في شهر 4 والناس بتعمل مقالب ويكذبوا على بعض وتلاقي اشاعات كتير بتنزل والدنيا بتبقى مقلوبة على ريديت والفيسبوك. محدش بقى سأل نفسه كذبة ابريل بدأت امتى. الصراحة علماء التاريخ مش متأكدين بالظبط بداية الاحتفال دي امتى، بس في نظريات كتير، منها ان في سنة 1564 في فرنسا لما غير تشارلز التاسع ميعاد احتفال رأس السنة من 1 ابريل ليوم 1 يناير، واللي كانت الاحتفالات بتبدأ من يوم 25 مارس وبتخلص 1 ابريل. فالناس اللي ما اقتنعوش بالتغيير ده او حتى ما سمعوش بيه بقوا فريسة التريقة للناس اللي مشيت على التقويم الجديد وبدأوا يعملوا فيهم مقالب. وفي نظريات تانية بتقول ان اساس الاحتفال ده هو التغيير من التقويم اليولياني للتقويم الجريجوري في عام 1582 برضه في فرنسا. وطبعا نفس الكلام حصل للناس اللي ما غيروش تواريخهم، بس النظرية دي ليها تناقضات كتير. في نظرية تانية بتقول إن اليوم ده بيرجع لاحتفال في الدولة الرومانية اسمه هيلاريا، وكانوا بيحتفلوا بيه بمناسبة دخول فصل الربيع. طبعا الناس بتتنكر ويخرجوا يحتفلوا ويعملوا مقالب وكده برضه نفس الكلام يعني. بس الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها هي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.